مكتب الشهيدة أمارة للاستشارة النفسية هو أحد المكاتب التابعة لهيئة المرأة في محافظة الجزيرة. يضم هذا المكتب 4 مراكز توزع في نواحي قامشلو، تلتمر، رميلان، الحسكة. تقدم هذه المراكز خدمات الدعم النفسي بشكل مجاني ولكافة أفراد وفئات المجتمع، بالإضافة إلى خدمات العلاج النفسي، وذلك الأفراد اللي يعانوا من اضطرابات نفسية وعاطفية وسلوكية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على القضايا المجتمعية والعمل على نشر الوعي والفهم والمعرفة بين أفراد المجتمع، وتعزيز القيم الإيجابية ورفع مستوى الوعي المجتمعي. آلية عمل هذه المراكز هي التنسيق مع الهيئات والمكاتب والمؤسسات التابعة للإدارة الذاتية، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني والروضات والحضانات، وذلك بإعطاء دورات الدعم النفسي. بنهاية دورة الدعم النفسي نقوم بتوزيع وثيقة الحضور للملتحقين بهذه الدورة، وهذه الوثائق هي مصدقة من هيئة المرأة، بالإضافة إلى إعطائنا محاضرات توعوية لتعزيز القيم الإيجابية ورفع مستوى الوعي المجتمعي، بالإضافة إلى استقبال الحالات الفردية الواردة إلى هذه المراكز اللي تعاني من ضغوطات نفسية وعاطفية، وتقديم الجلسات العلاجية المناسبة بهدف تعزيز الصحة النفسية والمرونة العاطفية، بالإضافة إلى القيام ببحوث علمية وإجراء استبيانات عن الظواهر المجتمعية السائدة. خلال النصف السنوي العام 2024 تم إعطاء 180 محاضرة توعوية، ومن أهمها كان العنف ضد المرأة، الرهاب الاجتماعي، التأهيل النفسي والاجتماعي، الصدمة النفسية، بالإضافة إلى 13 حلقة بحوث علمية تم إجراءها بين المؤسسات والمخيمات، وكان من أهمها عمالة الأطفال، التحرش الجنسي، المخدرات، وعمالة الأطفال وزواج القاصرات، إضافة إلى استقبال 11 حالة فردية وتقديم الجلسات العلاجية المناسبة إلن. خلال هذا الشهر تم إعطاء محاضرات توعوية عن الوقاية عن السرطان الثدي، بالإضافة إلى برنامج عملنا للشهر القادم رح يكون في إعطاء محاضرات فيما يخص مناهضة العنف ضد المرأة. خلال السنة القادمة لعام 2025 خطة عمل مكتب الشهيدة أمارة للاستشارة النفسية طبعا هو الوصول إلى عدد أكبر من النساء ضمن المجتمع، يعني وبالأخص النساء الموجودة ضمن المخيمات نظرا للظروف المعيشية يلي عم يعانوا فيها ضمن المخيمات، والعمل على توعية وتمكينا وتعزيز ثقتهم بنفسهم ونشر الوعي بين هذه النساء. الرسالة اللي حابين نوصلها لكل النساء ضمن المجتمع: المرأة هي قوية، ومن الضروري انه تكون واثقة بنفسها بكل خطوة عم تخطيها. فنحن كمركز الشهيدة أمارة للاستشارة النفسية أبوابنا مفتوحة أمام جميع النساء، بالإضافة إلى جميع أفراد المجتمع، وبالأخص النساء، لتقديم الدعم النفسي لتمكينا في المجتمع، بالإضافة إلى تعزيز الثقة عندهم.